الشاب راح ماسك العظمايه كده، جيب يمسكها بيشوفها، راحت اتفتتت في ايده، فنظر اليها، وقعت على الارض حته تراب، فقال واكون انا مثل هذه، هبقى كده اهو. فراح بيته مشدوم، لا زال مصدوم من مشهد الموت. دخل على امه لقيته بشكل تاني خالص، فاخذ يبكي ويقول يا اماه ما يفعل السيد بعبد ابق منه. عبد كان عنده مملوك سابه هرب وبعدين مسكه، بيعمل فيه ايه؟ فقالت يا بني يلبسه مسوح الصوف، يجيب له فليق جلابيه صوف تقيله كده عشان يعاقبه بقى، يجعل الغله في عنقه واربطه يكتفه عشان عمل كده. قال يا اماه اذا فالبسيني الصوف واجعل الغله في عنقي، فوالله لقد فررت من الله وابت اليه اليوم. النهارده انا رجعت بعد ما كنت هربان. ولم يزل في حجرته يدعو ويصلي ويبكي، حتى قالت كان متفكرا في آيات الله عز وجل، بيعدي على الآية يفضل يتفكر فيها كده تفكر عجيب مش زي الناس اللي بتقرأ. حتى استيقظت ليلة فسمعته يقرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عارف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هوقف الأنبياء واسألهم، أمال أنا هيحصل إيه معايا؟ الأنبياء أحب الناس إلى الله هيقف كده. فالآية مخيفة، فضل يقراها فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن. وأحيانا في آيات كده تحس إن واحد عايز يقول يا جدع اسمع، عايز أقول لها اسمعي، عايز أزعق بالآية كده، اسمعي افهمي بقى. فضل لازال يكررها ويكررها ويبكي حتى قالت أمه فسكت. فدخلت عليه فوجدته سقط على الأرض، فقلت يا بني كيف تجدك؟ فلم يزل يبكي ويكررها. بتقول له تعمل إيه يا ابني؟ إيه أنت وقعت كده ليه؟ فضل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ويكررها الآية. فأمه شافته وقالت ده بيموت شكله باين عليه. فقالت يا بني متى اللقاء؟ قالت اما اطمن كده على آخرته شكلها إيه؟ متى اللقاء؟ أين اللقاء؟ قالت فأجابني بصوت ضعيف وقال يا أماه إذا لم تجديني في عرصة القيامة، لو جينا يوم القيامة بصيتي كده ما لقيتيش ابنك فسالي مالكا خازن النار عني، وودوني النار خلاص. ثم مات. فخرجت أمه تنادي وتقول هلموا للصلاة على قتيل النار. ما قتلوش إلا الفكر في